جربت كذا طريقة قبل كده وما بتنفعش معاك، عايزها بالظبط زي التومية السورية اللي بتدوقها في المطاعم او في المحلات الكبيرة. انا بقى النهاردة جاي اعرفك ازاي تعمل التومية السورية الاصلية بمكونات تقريبا موجودة في كل بيت وبنكهتين مش بنكهة واحدة. عملتها لك بالشطة وعملتها لك عادية. كمان انت تقدر تضيف اي نكهة تانية لو انت محتاج، مفيش مشكلة. بس انا في الفيديو ده هعرفك ازاي تظبط القوام وازاي القوام يكون معاك تقيل زي ما انت شايف كده بالظبط. بس انت ان شاء الله كملي بس معايا الفيديو ده للاخر، وان شاء الله هتطلعي بنتيجة كويسة وهتقومي تحضريها حالا من سهولة مكوناتها وسهولة الطريقة اللي انا حضرتها بيها. وقبل ما نبدأ كده قلت نقول بسم الله وندوق حتة كده ببطاطساية بطعم الشطة. وعايز اقول لكم ان طعمها كانت رهيبة بمعنى الكلمة. انتوا تقدروا تستخدموها مع شاورما ومع اكلات كتيرة جدا. وعشان ما اطولش عليكم كتير هتصلوا على النبي وتعالى اقول لكم عملت العظمة دي ازاي. هنقول بسم الله ونكون محضر اي بولة واسعة عندنا وهننزل فيها بثلاث كوبايات من المية. انا هنا عملت ثلاث كوبايات، انت براحتك زي ما تحب. لكل كوباية هحتاج معلقتين كبار من النشا. يعني للثلاث كوبايات انا احتاجت 6 معالق كبار من النشا، نشا الذرة العادي بتاعنا. وعلى البارد قبل ما انزل بيها على النار هديلها تقليبة كده بالمضرب اليدوي بحيث ان كل المكونات تمتزج مع بعضها او تدوب. بعد كده هننزل بيها على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي. ومهم جدا انك ما تبطلش تقليب بالمضرب، ولو النشا بدأ يتقل معاك او بدأ يكتل معاك بالطريقة دي كده ما تقلقش، كده كده هو هيبدأ يمسك نفسه وهيبدأ يتقل. واول ما يبدأ يوصل للقوام ده او يطلع فقاقيع كده ان هو بيغلي هنشيله من على النار وهنحطه في التلاجة لحد ما يبرد خالص ويتماسك تماما. بالنسبة اللي بيعمل الاصوات دي فده محمد ابن اخويا بيتعلم المصارعة جديد، ربنا يهديه. على ما النشا يبرد في التلاجة كده هنكون مجهزين معلقتين كبار من الخل، 8 فصوص توم حجم متوسط زي ده كده بالظبط، عصير ليمونة كبيرة، 10 معالق كبار من الحليب أو نص كوباية. هتكون مجهز الخلاط بتاعك وهتنزل فيه أولا كده بالحليب، بعد كده هتنزل بالليمون وعليهم على طول هتنزل بالخل وعليهم على طول فصوص التوم. وبالنسبة للملح لو عايز الملح مظبوط جدا فهتحط معلقة صغيرة ممسوحة زي دي كده بالظبط على المكونات. وهتكون مشغل الخلاط بقى وتديهم خلطة كده في السريع لحد ما يمتزجوا كويس جدا جدا. بعد ما تخلطهم كده ابقى اتأكد برضو ان التوم اختفى او اختلط كويس مع المكونات عشان خاطر ما يكونش حبيبات. هتروح للتلاجة بعد نص ساعة كده تقريبا هتلاقي النشا برد ومسك في بعضه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هتنزل بكل الكمية في الخلاط على المكونات اللي احنا خلطناها مع بعض. وملحوظة بسيطة كده في السريع، انت ممكن تستبدل العشر معالق كبار من الحليب بثلاث معالق كبار من الزبادي السادة أو بمعلقتين كبار من المايونيز. هتزود كمان معلقة ملح صغيرة، وبالنسبة للملح فده كده كده اختياري على حسب الرغبة. وهتخلط المكونات كويس جدا جدا في الخلاط أو بالمضرب اليدوي أو بالهاند بلندر اللي موجود هتشتغل بيه. أول ما تتأكد إنك خلاص خلطت المكونات كويس وبقت ناعمة معاك جدا هتكون مجهز كوباية من الزيت النباتي، ويفضل إن نوع الزيت يكون كويس. أنا بالنسبة لي مستخدم زيت التموين. ماشي يا باشمهندس. شكرا، اتفضل. المهم هتنزل بالزيت تدريجيا كده وانت مشغل الخلاط على اعلى سرعة فيه، وطول ما الخلاط شغال هتحس ان الخليط بيبدأ يتقل واحدة واحدة مع نزولك بالزيت تدريجيا. هتديهم خلطة كويسة كده مع بعض لحد ما تتأكد ان كل المكونات اختلطت كويس وما عادش فيه اي كتل من النشا. كده كده الزيت هيسهل العملية شوية، بس انت تتأكد برضو ان مفيش اي كتل من النشا موجودة لسه. خش لي بقى كده يا صاحبي كده وبص لي على القوام، هو ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه، او ده القوام بتاع التومية السورية الأصلية. كمان هي من الخلط لسه سايلة شوية، لمجرد ان هي بس تبدأ تهدى وترتاح كده هتلاقوا نتيجة تانية خالص عظمة في اي برطمان عندك. وهتحط نص الكمية وهتسيب نص الكمية التانية زي ما هي في الخلاط، وهتحط عليها معلقة كبيرة من الشطة. انا بالنسبة لي عشان ما بحبهاش مشطشطة قوي فانا حطيت معلقة صغيرة، لكن في التومية الأصلية بيكونوا مكترين شطة وبيحطوا معلقة كبيرة من الشطة أو معلقة ونص كمان. بعد ما تحط عليها الشطة هتضربها ضربة في السريع كده بحيث إن كل المكونات بس تمتزج مع بعضها كويس. أنا بالنسبة لي بحب التومية المشطشطة أكتر من التومية العادية. ونزلت كده بعد ما خلصتها نزلت بيها في البرطمان كده، وشوفوا بقى القوام والعظمة، شوفوا هي عاملة ازاي. أنا بجد ما توقعتش إن هي هتكون بالجمال ده. وبصراحة يعني عملت كمية معايا محترمة. وبالمناسبة انت تقدري تحتفظي بيها لمدة 20 يوم او اسبوعين في التلاجة عادي، مش هيجرى لها اي حاجة. خشي لي بقى كده وبص شوف العظمة.
وبس كده، ودي كانت نهاية وصفتنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وما تنسوناش بلايك وكومنت جميل كده من كومنتاتكم، وأتمنى إنكم تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس، وأشوفكم على خير إن شاء الله.